توقعات من سيفوز بكأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى من تصفيات نهائيات كأس العالم. كنت أرشح المنتخب البرتغالي أو المنتخب الهولندي، لكنهم بنفس المنتخبين خاب أملي فيهم بعد تعادلهما. تعادل هولندا هدفين مقابل هدف مع اليابان، وتعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف مقابل هدف. سأزيل هذين المنتخبين من سيفوز بالمونديال 2026. المنتخب الإنجليزي كشر أنيابه على ما أعتقد مرشح للفوز بالمونديال. المنتخب الإسباني خابت آمالي فيه بعد تعادله بدون أهداف مع الرأس الأخضر. من الممكن أن يفوز به المنتخب المكسيكي الذي ضمن 6 نقاط. منتخب يلعب على أرض ملعبه ممكن أن يفوز بكأس العالم 2026. فيما يخص المنتخبات العربية، المنتخب المغربي تعادل مع المنتخب البرازيلي. ممكن أو أرشحه للوصول إلى المربع الذهبي. منتخب مصر كذلك. منتخب الجزائري رغم هزيمته أمام المنتخب الأرجنتيني كما تعلمون، والصحف العالمية كانت نوهت بأن هناك بطاقة حمراء لصالح المنتخب الجزائري. ميسي كان سيطرد في الدقيقة 30 من المقابلة. هذا عكس نتيجة اللقاء 3-0. فما بالك لو طرد ميسي في الدقيقة 30؟ لن يسجل الأرجنتين ولا هدف في مرمى منتخب الجزائري. منتخب الجزائري عليه أن يغير الحارس وإدخال الحارس جديد، لأن زين الدين أو زيدان ليس حارس مرمى، بل كما لاحظت 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء تقول بأنه ليس حارس كبير. كما تعلمون طرد من ريال مدريد لأنه ليس حارس كبير. على الجزائر أن تقوم بإدخال حارس مرمى ولو من البطولة الجزائرية. أتوقع وصول الجزائر إلى المربع الذهبي. دائما لدي فكرة من يصل إلى المربع الذهبي حتى ولو كانت 3 فرق عربية: المغرب ومصر والجزائر. المنتخب الأوروبي الوحيد أو اللاتيني البرازيل أو الأرجنتين أو المكسيك يمكنهم الفوز بالكأس العالم، لأن الشركات التي ترعى الفيفا ولن تعطي كأس العالم للمنتخب العربي. كما تعلمون الشركات الراعية المساندة للفيفا هي التي تقرر من يأخذ كأس العالم، ومن هو أحسن مدرب، من هو أحسن لاعب في اللقاء، ومن هو أحسن لاعب في المونديال. كما تعلمون يريدون النجوم كريستيانو رونالدو، ميسي أو فينيسيوس أو كاين. هذا لن تكون المونديال أو أحسن لاعب أو أحسن هداف بين هذا المنتخبات أو اللاعبين. نتمنى الخير، لأن التحكيم لن يكون لصالح المنتخبات العربية أبدا. رأينا كيف أن لضربة جزاء لصالح المنتخب المصري ولم يحسبها المدرب أو المحكم، أو لم يلجأ حتى إلى تقنية الفار. كما تعلمون فالفيفا فاسدة للأسف، ومن يدفع الكثير يفوز في النهاية.
تم منح كأس العالم قطر لصالح ميسي 2022. أتوقع أن يكون كأس العالم 2026 للنجم العجوز كريستيانو رونالدو، لكن إن دفع المال أكثر بطبيعة الحال لصالح الشركات العالمية المسيطرة على الفيفا. أنا لدي فكرة واضحة أن ليست الأقدام هي التي تحسم المقابلة، بل الشركات التي تدفع أكثر في الفيفا هي التي تتحكم في أحسن لاعب المقابلة، في أحسن منتخب، في من تريد أن يكون المنتخب الفائز بالمونديال. لهذا أرشح منتخب أوروبي أو منتخب من أمريكا اللاتينية. هذا كل توقعاتي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم. مع السلامة، إلى أن نلتقي في المقابلة النهائية، وشكرا.